بنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم جيت نوجد معكم واحد الحلوى دوازتاي اللي كتعطينا كميه كثيره وبمقادير بساط اللي موجودين في اي بيت. كنحتاجو 250 غرام ديال الزبده تكون دايبه على حراره المطبخ، وجوج كيسان سكر سنيده، وجوج كيسان زيت، وغنحتاج جوج بيضات كاملين، شويه تاع الملحه راس معلقه صغيره، ونحتاجو زلافه ما بين كاوكاو مقلي ومطحون، ماشي مطحون يعني مهرمش، وسميتو وزبيب مقطع طريفات صغار، ونخلطو كلشي مع بعضياتو، نخلطوهم مزيان، ومن بعد نزيدو الدقيق على حسب الخليط كيجي على هذا الشكل هذا بعد ما خلطناهم كلهم. دابا غنزيدو جوج معالق صغار خميره الحلوى، ونزيدو الدقيق على حسب العجين. هنا الخميره زدناها مع الدقيق، هكا نبقاو نزيدو الدقيق تنجمعوا العجينه. البنات انا هنايا نسيت الجنجلان ولا السمسم، ما درتوش في الاول. دابا عاد غنزيدو دابا مع العجينه كيفاش كنجمعوها كتجي بحال هذا الشكل هكا، كتجي مطلوقه شويه ما تجيش قاصحه. انا غنزيدو ونكمل العجينه باش يتخلط كامل بطبيعه الحال، ونبداو نشكلوها من بعد ما كملنا العجينه. دابا غنبداو نديرو كويرات صغارين ونستعملوا هذا المرشم. انا غنستعمل هذا، تقدروا تستعملوا الشكل اللي بغيتو. هذا غندوزوه في السكر سنيده، وعاد باش نطبعوا به في العجينه باش هكا ما تلصقش العجينه في المرشم على هذا الشكل هذا. باش نشكلوا على هذا الشكل هذا كيجي هكا. نتوما عليكم اختيار، ممكن ديروا اي مرشم عندكم، ولا ديروا غير اللي ما عندهاش مرشم تستعملوا غير كويرات صغار وتحطهم. المهم هي كيجي فيها مذاق زوين وكتعطيك بزاف، يعني بالنسبه لو تستعملها في الدار مع الدراري الصغار يديو بحال هكا مدرسه ولا، يعني كتعطيك بزاف. كما كتشوفوا راه كتجي سهله ودغيا كتحط لك بزاف كاع ما تصدع راسك تبقى كل مره تقطع كل مره. هنا بعد ما كملتهم بالطبيع، انا زينت هنايا بهاد الفواكه اللي كيكونوا معسلين، وغادي ندخلهم الفران على درجه 180 درجه. نشعل الفران غير من التحت حتى يشدوا راسهم شويه ويتحمروا شويه من التحت، وعاد باش نشعل من الفوق باش يتحمروا غير شويه ماشي يتحمروا بزاف، وندوزو نشوفوا الشكل النهائي ديالهم من بعد. هذا هو الشكل النهائي ديالها، كيجي بحال هكا، كيجي على هذا الشكل. هذه انا درت مرشم واحد اخر بحال هكا وفندتها في السكر بلاصي، وهذا هي اللي وريتكم في الاول. كتجي هكا وكتعطي بزاف. كنتمنى تعجبكم ولا عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك، واللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك، وشكرا بزاف على المتابعه.